يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. الحمد لله يا رب، الحمد لله إنك ما ضيعتش تعبها. ألف مبروك يا أحلام يا بنتي، والله فرحان من قلبي. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. كنت بدعي تبقي دكتورة قد الدنيا، والنهاردة تحقق حلمي. الحمد لله يا رب. ألف مبروك يا أحلام، أنا مبسوطة قوي قوي قوي، أختي بقت دكتورة. الله يبارك فيك يا حبيبتي يا ابتهال. يلا بقى شد حيلك انت كمان، انت اللي عليك الدور عشان تبقي دكتورة زيي. لا أنا مش عايزة أبقى دكتورة، أنا عايزة أبقى مدرسة علشان أضرب العيال بالجزمة. سلام عليكم يا دكتورة. وعليكم السلام، اتفضلي يا حج اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله، ألف مبروك يا بنتي على الصيدلية الجميلة ديت. الناس كلياتها بتتحاكى وتقول بنت همام بقت دكتورة قد الدنيا، هتعالجينا بقى. الله يبارك فيك يا حجة، إن شاء الله أبقى عند حسن ظنكم. هاتيلي يا بنتي الحقنة بتاع الفيتامين اللي باخدها، وهاتيلي كمان المشكن. ألف سلام عليك يا حجة، أنت بتشتكي من حاجة ولا إيه؟ ايوه انا بقالي فتره كده بشتكي من ظهري، والدكتور قال لي امشي على الحقنه دي وامشي كمان على المشكن. لا لا الف سلامه عليك يا حجه، من عينيا التنين هجيبهم لك حالا دلوقتي. تسلم عينيك يا دكتوره يا حبيبتي. اتفضل يا حجه، العلاج اهوت وده حسابه. اهدي، هو العلاج ماله غلق ده ليه؟ هو كان كده. للاسف والله يا حجه، كل العلاج والادويه غلط. لا انا مش هاخد العلاج بالشعر دوت، انا هاخد المشكل مع الحقنه ب30 جنيه بس. انت بتقولي ايه يا حجي؟ هو احنا بنفاصل في كيلو طماطم؟ لا هو ما يشويش غير كده، هو يشوي بس 30 جنيه. 30 جنيه؟ لا والله يا حجه، ده انت حتى جيتي على نفسك والله. يلا بقى معلش عشان تسترزقي. استرزق ايه يا حجه؟ هو انا قاعده في محل بقاله ولا ايه؟ ها قلتي ايه؟ هتاخدي الفلوس ولا امشي؟ هو انت يا حجه واقفه تشتري فانيلات داخليه لجوزك؟ والله العظيم ما ينفعك ده، دي صيدلية محترمة برضه. خلاص احنا شكلنا كده مش هنعمروا مع بعض، انا شكلي كده هروح تاني على الصيدلية لاخر البلد، بتديني بالشعر اللي على مزاجي وبشكك كمان. مع السلامة يا حج، مع السلامة. الظاهر ان الواحد كده زي ما بيسمع هيشوف ايام ما يعلم بيها الا ربنا. على رأي صاحبتي، اللي فات كان تلب واللي جاي مخلل. سلام عليكم يا دكتورة. وعليكم السلام، اتفضلي، تأمريني بإيه؟ الأمر لله يا دكتورة، بقول لك حماد ابني بلع شرطين أسبوسيد من نص ساعة كده، عادي ولا إيه؟ خبر مدندن، أنت بتقولي إيه؟ لازم تطلعي بيه حالا على المستشفى، إيه اللي مخليكي جاية هنا؟ ما تضيعيش الوقت. مالك يا دكتورة مسرعت كده ليه؟ ما الولا حلو وزي الفل وواقف اهوت. أمال حضرتك جاية تسأليني ليه لما ابنك حلو زي الفل؟ لا أنا كنت معدية أخد حاجة تانية، بس قلت أسألك بالمرة. صبرني يا ربي صبرني. ما تبطل دلع بقى يا واد. الواد بيقول لك بطنه وجعاه، اطلع بيه على المستشفى. ما تبقيش خرعة كده يا دكتورة، ده عشان بس واكل عدس. هاتيلنا بقى زيت شعر فتكة وأيديه عندك. هي البلد كلها عايزة تشكك ولا ايه؟ حاضر يا ستي حاضر، إذا ما عملناش كده مش هنشتغل في الصيدلية ديت. اتفضلي يا ستي زيت شعر فتكة. ده جميل وبيسبسب الشعر كده وريحته بتهفهف. شكرا يا دكتورة، سلام عليكم. مع السلامة. صبرني يا ربي على البلد ديت، شكلهم كده قدامهم 10 سنين على ما يتقدموا ويفهموا. ربنا يقدرني يا رب وافهمهم واغير لهم المفاهيم العقيمة ديت. أبلة ايوه يا حبيبي، عاوز ايه؟ انا عاوز الحقنة بتاع التيتا. الحقنة بتاع التيتا؟ اسمها ايه يا حبيبي؟ اسمها فوزية. هو انت بتضحكي على ايه يا أبلة انتي؟ دي شكلها اتجننت ولا ايه؟ انا هروح اقول لتيتا ان انت بتتريق على اسمها. خد يا ابني، خد انت يلا. والله الناس ديت هتجنني، استرها يا رب بقى معايا. حبايبي الحلوين وفنزات المحترمين، لو عايزين تعرفوا اكتر عن مغامراتي في الصيدلية تابعوني وشجعوني بلايك واضغطوا على زر الجرس. وكمان لو عايزين تستفادوا بوصفات جميلة وعايزين تستفادوا بمعلومات شيقة ومفيدة تابعوني. يلا بقى ما تنسوش اضغطوا اشتراك واضغطوا لايك.